السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتشرت أخبار كثيرة جدا عن وفاة الفنان جاسم النبهان. من هو الفنان جاسم النبهان؟ وهل فعلا الأخبار المنتشرة على السوشيال ميديا حقيقة أم شائعة؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهاردة. حقيقة وفاة الفنان جاسم النبهان. يتساءل محبين الفنان الكويتي جاسم النبهان عن حقيقة وفاته بعد انتشار صورة له داخل أحد المستشفيات، ولذلك سنتحدث في هذا الفيديو عن حقيقة وفاة الفنان جاسم النبهان. نفت زوجة الفنان الكويتي وفاة زوجها الفنان جاسم النبهان بعد ظهورها في أحد المستشفيات بحالة صحية صعبة إثر تعرضه لوعكة صحية أدخلته المستشفى، فيما طلبت زوجة الفنان جاسم النبهان من محبيه الدعاء له بالشفاء العاجل. من جانبها قالت أحد الصحف الكويتية إن النبهان نقل إلى أحد المستشفيات في منطقة الفروانية وهو ما أثار حالة من الهلع في قلوب عشاقه، ممن تضرعوا بالدعاء إلى الله لكي يلبسه ثوب الصحة والعافية. ونقلت الصحيفة عن النبهان قوله: الحمد لله، لا أشكو من شيء يدعو للقلق وما فيني إلا العافية، فكل ما في الأمر أنني دخلت المستشفى لإجراء بعض الفحوصات العادية وسأخرج منه صباح الغد بإذن الله. جاسم النبهان هو ممثل كويتي اشتهر في دبلاج أفلام الكرتون، وكانت أبرز شخصية قام بها هي القبطان في المسلسل الكرتوني عدنان ولينا، ويعد الممثل الأكثر حضورا في تاريخ التلفزيون والمسرح الخليجي بحصيلة تجاوزت 300 عمل فني. التحق بمدرسة عمر بن الخطاب في منطقة القبلة بعام 1953، وتابع دراسته فيها من الصف الأول الابتدائي حتى الثالث المتوسط. انتقل بعدها إلى مدرسة الشامية المتوسطة وظل بها لمدة عام، وأكمل دراسته الثانوية في ثانوية الشيوخ. وأثناء فترة دراسته كان يشارك في المسرح المدرسي. وبعام 1963 سافر أخوه الأكبر للدراسة بالخارج، فاضطر للخروج من المدرسة للعمل وتحمل مسؤولية المنزل، فعين في وزارة الأوقاف، وانضم بعد ذلك لفرقة المسرح الشعبي بسنة 1964 بعد أن كانوا رافضين انضمامه عندما تقدم إليهم بعد تأسيس الفرقة، ولذلك كونه ما زال طالبا حينها. كما التحق بمعهد الدراسات المسرحية الذي أسسه زكي طليمات. تزوج 3 مرات، الأولى هي الممثلة طيبة الفرج، ولديهما 6 أبناء هم طلال وفاطمة ومحمد وعنود وعبد الله وعزيز، وله من زوجته الثانية نجيبة 2 هن الممثلة حصة وأسماء، والمرة الثالثة من امرأة مغربية في 2016 تزوج منها ولديه منها ولدا واحدا. ويعتبر جاسم النبهان من أحد الممثلين الكويتيين المميزين الذي استطاع تقديم عدد كبير من الأعمال الفنية الرائعة. وولد الممثل الكويتي في اليوم الأول من شهر أغسطس خلال عام 1944 ميلادي، والتحق بمدرسة عمر بن الخطاب في منطقة القبلة منذ عام 1953 ميلادي، وتابع الدراسة في تلك المدرسة من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث المتوسط، وانتقل بعد ذلك إلى مدرسة الشامية المتوسطة والبقاء فيها لمدة تصل إلى عام كامل، ثم إتمام الدراسة الثانوية في ثانوية الشيوخ. وتمكن الممثل الكويتي جاسم النبهان المشاركة في المسرح المدرسي خلال الدراسة للمرحلة الثانوية، وانضم لفرقة المسرح الشعبي خلال عام 1964 ميلادي بعد الرفض التام بالانضمام. من هي نجيبة؟ زوجة جاسم النبهان. تعد نجيبة هي زوجة الممثل الكويتي الثانية، وتزوج الثنائي سويا بعد وفاة طيبة الفرج الزوجة الأولى للممثل الكويتي جاسم النبهان. وأنجب الممثل الكويتي من نجيبة 2 وهما حصة وأسماء. وقد أصبح
كلاهما على خطى أبيهما، ويعرفان حصة وأسماء من الممثلات المعروفات في كافة الدول الخليجية العربية، وتمكن من تقديم الكثير من الأعمال الفنية المعروفة، ولكن اختارت نجيبة البعد عن مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشكل تام، وهي لا ترغب بالظهور. هناك العديد من الأخبار المتداولة حول وفاة الممثل الكويتي جاسم النبهان، ولكن في حقيقة الأمر لم يتوفى الفنان جاسم بل ابنه محمد جاسم النبهان. وأعلنت وسائل الإعلام الكويتية عن وفاة ابن الممثل القدير الكويتي جاسم النبهان، وهو محمد جاسم النبهان، يوم الثلاثاء الموافق 15 من شهر فبراير خلال عام 2025 ميلادي، وهي والدة طيبة فرج، ولم يتم الحديث عن سبب الوفاة، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الموت كان بشكل مفاجئ. تعتبر طيبة من أحد الفنانات الكويتيات التي ولدت في 4 من شهر فبراير خلال عام 1947 ميلادي، وتمكنت من الدراسة في مدرسة حولي للتعليم الابتدائي، ثم التحقت بالمدرسة في مدرسة اليرموك للتعليم المتوسط، ثم تمكنت من الانتقال للدراسة في مدرسة راهبات الوردية لإتمام المرحلة الثانوية، وتعلمت هناك اللغة الإنجليزية. وتم اكتشاف الموهبة من قبل رائد المسرح الكويتي محمد النشمي، وأنجبت طيبة من الممثل جاسم النبهان 6 أبناء. ويعد الممثل جاسم من الممثلين الرائعين الذي تمكن من استكمال دراسته وتعليمه في المدارس الكويتية، وشهد مع عائلته العديد من الظروف المعيشية الصعبة خلال فترة حياته. وبس كده يا جماعة، تعرفنا على حقيقة وفاة الفنان جاسم النبهان ومعلومات تخصه، وعرفنا ان الاخبار دي شائعة، واللي توفى ابنه ربنا يرحمه يا رب ويجعله من اهل الجنة. ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام عليكم.